نرجع إلى كتاب الآداب المعنوية للصلاة تأليف سيد خميني رحمة الله عليه. هذا الكتاب يذكر في المقدمة مالته، يقول اعلم، يعني يحاكينا إحنا كناس مؤمنين نأدي الصلاة. يقول شلون تصير صلاتك بيها روح ملكوتية. يقول اعلم أن للصلاة معنى غير هذه الصورة. يعني شنو من معنى فيها؟ وباطنا غير هذا الباطن. يعني الصلاة شنو؟ ظاهر وباطن. ومثل ما للصلاة ظاهر، الصلاة الظاهرية لها آداب يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها. مثلا أنه يصير عندك نقص بتكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود أو التشهد، لمن ترجع إلى الرسائل العملية، رسائل العلماء، الشوف أنه الإخلال، وتعالج هذا الإخلال أو النقص بالصلاة. كذلك الباطن شغل عليه من على القلب، آدابا قلبية يؤدي الإخلال بها أيضا إذا صار إخلال بها إلى بطلان الصلاة المعنوية أو نقصانها. يعني تصير غفلة، زين، يصير أنه القلب ما متوجه للصلاة وللعبادة تماما. كما أن مراعاتها من الناحية الظاهرية ومن الناحية الباطنية تجعل الصلاة روحا ملكوتية. هنا بالحالة أنت شلون راح تضبط صلاتك بحيث تصير، يقولون الصلاة معراج المؤمن. شلون الصلاة تصير معراج المؤمن؟ إذا ضبطتها من الناحية الفقهية ترجع هنا رسائل العلماء بعد كل من وتقليده، تجيب الرسالة العملية تقراها، تبدي بالمعاملات، الدور تنتهي تبدي بالعبادات، الدور تنتهي بالمعاملات، تبدي من النية إلى التسليم. زين، الدور تجي هنا للآداب المعنوية للصلاة. مثلا تشتري هذا الكتاب، زين، تفهم شنو الآداب المعنوية للصلاة. الله يتقبل من الجميع ويحفظ الجميع. صبحكم الله بالخير ونسألكم الدعاء.